السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء شعبي الأعزاء. طبعا بعيد عن موضوع الشجرة دي عشان ما في واحد يسألني الشجرة دي لقيتها وين، لأنه الشجرة هنا حاجة عزيزة، يعني ما بتتلاقي بسهولة. أنا عاوز أتكلم عن موضوع غريب. برغم اللي بيحصل في السودان ده كله من المآسي والمخازي والمواجع والفواجع والأحزان والمشاكل والهموم والغموم، برغم الحرب دي وآلامها وأحزانها ده، إلا إنه لحد الآن للأسف الشديد أنا ما بحس إن السودانيين استوعبوا الدرس. بحس بهم إنهم لحد الآن ما استوعبوا الدرس، أو بحس بهم لحد الآن هاربين من الواقع. رغم كل الآلام والأحزان والأفجاع والأوجاع والشيء اللي حصل في السودان ده، السودانيين لحد الآن تحس بهم داربين طناش، ما مستوعبين الموضوع، أو ما عاوزين يستوعبوا الموضوع، أو عاوزين يتخلصوا من الحرب دي بأي طريقة، أو يبتعدوا منها، أو ما يذكروا أخبارها، أو ينتقلوا مباشرة إلى النقطة اللي بعدها. ما عاوزين يناقشوا أسبابها ولا مشاكلها ولا هي قامت ليه. ما دايرين يعملوا معالجات فعلية، ما دايرين يعالجوا أسس وجذور المشكلة، ما دايرين يتعايشوا مع بعض. تحسبون دايرين يضربوا ويعملوا كده موضوع نايم بس، ودايرين يرجعوا لغناهن ولرقيص ولعنصرية وقبلية. ما دايرين يتعمقوا في القضية دي. والليلة لو رجعوا لهم برهان وحمايتي بكرة حاكمين والحرب دي تقيف راضين بالموضوع. اخواننا ملاحظين معي الحاجة دي؟ حتى المستوى بتاع التفاعل مع المواضيع ومع الأحداث أقل كثير جدا من الحادث في السودان. ما زالت نحن اهتماماتنا تافهة جدا، وما زال نحن متابعين القونات والرقاصين والرقاصات والطبالين والطبالات والمنافقين والمنافقات. ليه هسه نحن شغالين بشهدي أزهري وماما كوكي بعد ما انتهينا من ماما أميرة وانتهينا من دي سيسمان وانتهينا؟ ليه هسي ما في قضية؟ القضية دي رغم كبرتها ما وحدت وجدان السودانيين وخلتهم ينشغلوا بأنه كيف نحن نبني السودان ده، وكيف نهتم بقضايا عظيمة بالتنمية، كيف نرجع نبني بلد محترم، بلد قائم على أهداف ومشاريع عظمى. لحد الآن الناس دارت تطوي الصفحة بس تطوية عشان غيره، ما استوعبوا الدرس ده. ودي والله حاجة غريبة، دي ظاهرة غريبة جدا. ما زال الصوت العالي في الميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجاء هو الصوت التافه، رغم كمية ما زالت حتى الظاهرة بتاعت العملاء والأجراء والدخلاء والناس اللي بيبيعوا البلد بأبسط وأتفه الأسمان من سياسيين وقياديين ورياديين. لحد الآن الناس ما دايرة تناقش ظاهرتهم دي. ليه الناس زي باعوا البلد؟ ليه البلد دي حصل فيها كل اللي حصل ده؟ الرؤية اللي قدام شنو؟ التصور شنو؟ ليه نحن ما نملك رغامنا لناس زي برهان وحميتي جهال بالطريقة دي؟ بل ما زال الشعب مستعد إذا يوقفوا الحرب دي يرجعوا بكرة يحكموا، مع انهم اثبتوا فشلهم الاخلاقي والاجتماعي والسياسي والفكري. ليه؟ الحاجة دي غريبة جدا. وما زال المستوى بتاع العلم والتعلم والفكر والرأي ضعيف جدا بعد الحرب دي. أسئلة دايرة إجابة حقيقية. قبل الحرب حدثت وانتهت. المفروض نعمل مراجعة دقيقة ومفصلية لكل أخطائنا ولماذا تسببت هذه الحرب، ولا نعمل معادلة. نحن ما ممكن نرجع النخبة تاني. النخبة التي حكمت وهمها السلطة ما مفروض ترجع. مفروض يكون عندنا نقاش حقيقي عن السلطة، عن التعايش، عن الهوية، عن إدارة البلد، عن السلم الاجتماعي، عن الوطن، عن بناء المستقبل، عن السياسيين، عن كيف يحكم السودان، عن من يحكم السودان. أسئلة كلها عميقة جدا ما في لها إجابة. ما زال الناس مشغولين بشهداء أزهري عرست كم راجل، وبماما كوكي قال شنو، من ماما كوكي لماما أميرة لدي سيسمان لساجد لخزعبلات
لصلاح سندالة. يا أخي الناس لحد الآن قضايا الحقيقية ما في. والله ربنا يصلح حال البلد وييسر الحال. السلام عليكم.